هل عمرك دخلت صفقة شكلها مثالي بس خسرت؟ دخلت على نموذج PO3 أو أي نموذج أنت متأكد إنه قوي لكن السوق عمل العكس تماما؟ الحقيقة النموذج مش هو المشكلة، السبب إنك كنت بتتداول ضد الانحياز. يعني إيه انحياز؟ أقول لك كمان شوية، بس خلينا نشوف الصورة دي الأول. اللي حضرتك شايفه ده صفقة شرائية بنموذج PO3 بنجاح، بس النجاح مش بسبب النموذج بس. النموذج مهم طبعا، لكن الأهم منه هو الانحياز. النهاردة هكلمك عن تحديد الانحياز بدقة وسهولة، وبعد الحلقة دي مش هتواجه صعوبة في تحديده أبدا. يلا نبدأ، وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وقل رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كارم محمود، مؤسس قناة كارم PO3 ومتداول بخبرة 4 سنوات في أسواق الفوركس. لو أول مرة تتابعني فنورتني وشرفتني. ما تنساش اللايك والاشتراك الجميل عشان تتابع كل جديد. في الحلقة التانية اتكلمنا عن الانحياز بشكل عام، وفي الحلقة التالتة عرفنا ازاي نحدد مناطق الاهتمام اللي السوق بيرجع لها. وطبعا ما كانش ينفع نحدد الانحياز من غير ما نفهم السوق بيركز فين ونفهم مناطق الاهتمام. روح اتفرج عليها لو لسه ما تعرفش مناطق الاهتمام. وفي الحلقة اللي فاتت سألت سؤال في الآخر علشان أقيس مدى فهمكم من الحلقة، وبصراحة إجاباتكم كانت قوية جدا، عاش جدا، لكن دي الإجابات القوية، عاش لكم جميعا. طيب نرجع لسؤالنا، يعني إيه انحياز؟ الانحياز هو الاتجاه اللي السوق بيميل ليه في فترة معينة. هل السوق ناوي يطلع ولا ينزل ولا لسه في مرحلة تجميع؟ من غير تحديد الانحياز انت بتدخل السوق بعين مغمضة، حتى لو النموذج ممتاز. من غير انحياز واضح يساوي دخول من غير بوصلة. أنواع الانحياز: انحياز قصير المدى، انحياز متوسط المدى، انحياز طويل المدى. تخيل معايا صحيت الصبح فتحت تريدنج فيو وعايز تدخل صفقة، هتدخل شراء ولا بيع ولا تستنى؟ لو ما عندكش انحياز واضح يبقى انت داخل من غير تحليل أصلا. وطبعا الانحياز مش معناه إحساسك أو أمنيتك السوق يطلع أو ينزل. هو مش أنا حاسس السوق هينزل فهدخل بيع. الانحياز مبني على سلوك السوق مش إحساسك. إزاي تحدد الانحياز صح؟ عشان تحدده صح لازم تشتغل بفريم أعلى من اللي بتدخل منه. يعني لو شغلك على الساعة لازم تحدد انحيازك من 4 ساعات أو اليومي. أنا بشتغل كده. الفريم الأساسي لتحديد الانحياز الفريم اليومي، فريم المساعد 4 ساعات، فريم الدخول 5 دقايق. لو انت سكالبنج استخدم الساعة لتحديد الانحياز وادخل من الدقيقة أو 5 دقايق. خطوات تحديد الانحياز الصحيح: 1. افتح فريم اليومي أو 4 ساعات. 2. حدد مناطق الاهتمام Order Blocks أو Fair Value Gaps. حدد السيولة المستهدفة، وهنا توضيح: المقصود بالسيولة المستهدفة قمم أو قيعان واضحة. 3. شوف مين الأقرب. لو مناطق الشراء أقرب والسيولة فوق إذن انحيازي شراء. كده أنا حددت انحيازي بناء على معطيات السوق. بعد كده أنزل على فريم الدخول وأشوف تأكيد بMSS أو كسر هيكل أو غيره، وده له حلقة منفصلة قريب إن شاء الله في الكورس ده. ونفس الكلام في البيع: 1. افتح فريم اليومي أو 4 ساعات. 2. حدد مناطق الاهتمام Order Blocks أو Fair Value Gaps. حدد السيولة المستهدفة. 3. شوف مين الأقرب. لو مناطق الشراء أقرب والسيولة تحت إذن انحيازي بيع. أنزل على فريم الدخول، فريم 5 دقايق، وأشوف تأكيد بMSS أو أي تأكيد أنت بتدخل بيه، وكده أنا حددت انحيازي. معلومة مهمة جدا: في بداية كل أسبوع افتح الفريم الأسبوعي. ليه؟ عشان تحدد الانحياز الأسبوعي وتبني عليه خطة الأسبوع. الترتيب اللي أنصحك بيه: لو أنت متداول يومي، فريم يومي مع فريم 4 ساعات مع فريم 5 دقايق للدخول، والساعة لو عايز دقة زيادة. لو سكالبنج، ساعة انحياز، 5 دقايق أو دقيقة دخول. الفخ اللي بيقع فيه ناس كتير بيغيروا الانحياز لمجرد إن في شمعة عكست أو حصل ارتداد بسيط. لازم تفهم إن الانحياز مش بيتغير بسبب حركة عشوائية على فريم صغير. الانحياز بيتبني من الفريمات الكبيرة. لو غيرته بسرعة هتلاقي نفسك داخل عكس الاتجاه وانت مش واخد بالك. فرق كبير بين الانحياز والتوقع. التوقع
يعني أنت عايز السوق يطلع أو ينزل. الانحياز يعني السوق فعلا بيدي إشارات إنه رايح فين وإنت بتمشي وراه. الانحياز بيساوي رد فعل واعي مش أمنية. خلاصة الكلام، الانحياز هو أساس التحليل الحقيقي، هو اللي بيفرق بين متداول بيفهم ومتداول بيلعب حظ. كل نموذج أو فرصة لازم تتبني على فهمك للانحياز، من غيره النموذج السعلة قنبلة موقوتة. في صندوق الوصف هتلاقي روابط قناة التليجرام فيها كل التحديثات، ورابط الانستجرام لو عندك أي استفسار أو محتاج مساعدة. ودلوقتي السؤال لحضرتك، أنت آخر صفقة خسرتها هل كانت مع الانحياز ولا كنت بتحاول تكسب السوق بدل ما تمشي معاه؟ بالبلدي كده، أنت كنت تعرف الانحياز أصلاً؟ قال رب اشرح